بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا وسهلا بحضراتكم من جديد، يا رب تكونوا بخير جميعا إن شاء الله. النهاردة بإذن الله معادنا مع فيديو هومورك 2 شابتر 3. والسؤال الأول عندنا في الهومورك اللي هو رقم 76 بيقول لحضرتك الآتي: The reaction rate أو rate of اللو في mass action بصفة عامة، القانون بتاعنا بتاع الإيكويشن دي. هو بيسألني على الاكسبريشن، يعني مش عايز مني مسألة حل، لا هو عايز بس مني الريليشن. طبعا احنا زي ما اتفقنا قبل كده قلنا ان الريت اوف كيميكال اكشن كان دايركت مع الكونسنتريشن اوف reactant each raised to the power equal number of mole in balanced equation. يعني لو عندي بالانس بيتحط باور. ده بريف سريع كده عن القانون. طب ما تيجي كده يا مستر نعوض فين الرياكتنت؟ يبقى الرياكتنت هو A و B، ماليش دعوة ب AB ده. يبقى نقدر نقول ان الريت هيساوي A concentration of A multiplied by concentration of B each raised to the power، كل واحد عنده بالانس يتحط له باور A small B small، واكون متأكد ان الفيزيكال ستيتس بتاعتي مفيش فيها لا ليكويد ولا سوليد. هنا ده جاز معايا، هنا ده برضو جاز معايا. يبقى بالنسبة لي الإجابة هتبقى لتر دي. خلاص. السؤال اللي بعده بيقول لحضرتك for the reaction 2A plus B يطلع معايا A to B. خلاص. by doubling عند مضاعفة ال H of ال concentration of A and B، يعني أنا هزود ال concentration بتاع A الضعف هيبقى 4 و B الضعف هيبقى 2. إيه اللي هيحصل للرياكشن؟ طبعا الرياكشن بالنسبة لي لما يزيد الريت بتاعه الضعف، نحفظها كده، أو سوري، لما يحصل doubling زيادة للكونسنتريشن الضعف، لازم اكون حافظ المعلومه دي انه بيحصل increase الريت للفور تايمز 8 تايمز. ليه؟ لان انا لما بعمل increase الضعف يبقى أنا هنا عندي A باور 2 في B، ده الريت صح كده. طيب دكتور حضرتك هتزود الضعف يبقى A هتبقى بدل ما كانت باور 8 هتبقى باور 4. خلاص، لان انا زودت الكونسنتريشن الضعف، فبدل ما كان 2 بقى 4، وزودت الكونسنتريشن بتاع البي بدل ما كانت 1 بقت 2، يبقى هنا البي هتبقى باور 2. خلاص. في مشكلة في الكلام ده كله؟ لا، يبقى هنا بيزيد 8 تايمز. دي معلومة كده على السريع. طيب نشوف مع بعض السؤال بعديه. بيقول لي نمبر 78، بيقول لي مدينا equation 2A plus B يطلع معايا C by increasing the concentration of substance B. أنا زودت ال concentration of substance B to double للضعف and decrease the concentration of substance A to half. قللت ال concentration بتاع الهاف. إيه اللي يحصل للرياكشن؟ هل الكي سي، هو بيسألني بقى هنا في إيه؟ في الكي سي. مبدئيا كده يا شباب نكتب مع بعضينا المعلومة دي. any K في الشابتر 3 كلها على بعضيها is constant change، بيحصل لها change by temperature only. يبقى انا لو انا عندي اي كي زودت concentration او نقصت concentration، الكي بتاعتي هتفضل زي ما هي constant، يعني هتبقى no change. طيب السؤال اللي بعد كده ده سؤال من امتحانات الوزارة. بيقول لي عندنا 4 بيكرز عندهم same volume، وعندهم عملنا بس تشينج لشوية حاجات زي مثلا تشينج الكونسنتريشن وتشينج الايه الاماونت اوف الليكويد اللي هو الكونسنتريشن او سوري الفوليوم اوف ذا اسيد. وبيقول لحضرتك the correct arrangement، ايه هو الترتيب الصحيح اللي انا لازم اعمله علشان اقدر ارتبهم من حيث الاسرع للابطا في الريت اوف كيميكال اكشن. خلاص. لما نيجي نركز كده مع بعض هنلاقي ان ده، انا بتكلم دلوقتي على الشكل بتاع الزنك. هنلاقي هنا زنك بيس، هنلاقي هنا زنك باودر، زنك باودر، زنك بيس. مبدئيا احنا عارفين ان الباودر بيرياكت فاستر ذان الايه البيس. يبقى معنى كده عشان عنده طبعا هاي سيرفيس اريا، يبقى ده وده اسرع من الاتنين دول، يبقى سي وبي هما في الاول. طب مين الاسرع بقى، بي ولا سي؟ عينينا على الكونسنتريشن. الفوليوم واحد، الفوليوم هنا 150، الفوليوم هنا 150، الكونسنتريشن هنا 0.3، الكونسنتريشن هنا 0.2.
وطبعا اللي عنده اعلى كونسنتريشن يبقى طالما سيم فوليوم يبقى كنسل الفوليوم، انما مش سيم كونسنتريشن. الهايست كونسنتريشن هيكون هو الاعلى، اذا يبقى سي هو نمبر 1 بالنسبه لي، فما فيش منها غير اجابه واحده بس، ان سي هو الهايست. طبعا بق السمكه بيكون ناحيه الكبير، ده الكبير عشان بس الشباب اللي ايه، وده الصغير. الناس اللي ما بتعرفش العلامه دي بتعبر عن ايه، فهو يا باشا يبقى السي هو اكبر واحد، يبقى هو دايما بق السمكه ناحيه الكبير. ربنا يهدينا ويهديكم يعني. السؤال بعده رقم 80 بيقول لحضرتك الاتي، بيقول لي انا معايا رياكشن، كيميكال رياكشن، المغنيسيوم بيرياكت مع السلفوريك اسيد H2SO4، طلع معاه مغنيسيوم سلفيت and hydrogen gas. which of the following is correct about this experiment؟ طبعا واضح جدا ان الاكسبيرمنت رقم 2 هنا اسرع من الاكسبيرمنت رقم 1 اللي هي هنا. ليه؟ لان هي خدت كيرف قريب اكتر للاكس ده، للاكسس ده. خلاص، يبقى طالما طالعه، بص كده معايا، تعالى نقارنها كده على جنب اهو. طالما الكيرف بتاعي ده كيرف كده طالع، وده مثلا كيرف طالع بالشكل ده، اللي بيبقى اقرب للاكسس ده بيكون هو الاسرع بدل فاست. خلاص، يبقى ده هيبقى مين بالنسبه لي؟ هيبقى السلو. طيب حلو قوي يا مستر، يبقى الاكسبيرمنت رقم 2 اسرع من رقم كام؟ اسرع من رقم 1. طيب الاجابه بقى هنا هتبقى ايه؟ هو بيقول لي which، طبعا بيعبر عن او بيسالني على الكوريكت مش الانكوريكت، طبعا لازم اكون واخد بالي من التفاصيل دي. نقرا المعلومه الاولى كده. الاكسبيرمنت رقم 2 ايه اللي حصل فيها؟ adding different concentration، طبعا لازم يكونوا different concentration not same concentration لان هو اسرع. خلاص، بس فاينلي الاثنين يا دكتور انتجوا نفس الاماونت. يعني ايه؟ يعني مش زي الرسمه دي. يعني بص على الرسمه دي، ده هنا وده هنا، ده كده طلع كميه اكبر من ده، انما الاثنين هنا يا مستر في النهايه وصلوا، ده اسرع، ولكن وصلوا في النهايه الى ان الاثنين طلعوا لي نفس الفوليوم بتاع الجاز. يبقى نقدر نقول على الاثنين ان هم مالهم، ان هم different concentration of acid same mass، نفس كمية المغنيسيوم، كده كده المغنيسيوم مش داخل معايا، but different in surface area. طبعا لازم يكون أسرع، فلازم يكون surface area أعلى، والكونسنتريشن لازم يكون برضه هو كمان أعلى مع محافظة الماس. يبقى الإجابة letter A هي الصح. يبقى هو زود السرعة من غير ما يزود الإيه؟ الكمية. السؤال اللي بعده بيقول لي choose the equilibrium constant، الكي سي expression بتاعة الرياكشن ده. طبعا أول حاجة بتأكد منها لما باجي أحسب مسائل الكي سي، أتأكد من الفيزيكال ستيت إن أنا ما عنديش لا سوليد ولا ليكويد، علشان دول بيتحسبوا بواحد. فأول حاجة هبص عليها ألاقي إن الأيرون كومباوند ده السوليد، يبقى ده يتكنسل. الأيرون ميتال ده السوليد برضو يتكنسل. يبقى أنا معايا مين اللي فوق؟ اللي فوق معايا هيبقى الووتر، طبعا برودكت اوفر رياكتنت، الووتر فيبر. تمام، بس الووتر فيبر هنا كانت متكررة 4 مرات، يبقى نعملها باور 4 ديفيجن على ال H2، متكررة 4 مرات برضو، يبقى نعملها باور 4. فتبقى الإجابة الصحيحة بالنسبة لي هي لتر A. طيب السؤال بعديه بيقول لحضرتك الآتي، برضو احسب لي الكي سي بتاعك ده. هتقولي طيب اكنسل السوليد، يلا يا دكتور، الكبر اوكسيد السوليد، الكبر لوحده السوليد، جاز، ليكويد يا مستر، الليكويد برضو هي كمان مفيش. يبقى ده هيكون اللي فوق اللي هو البرودكت هيكون مفيش، يعني بواحد، division باي على ال H2 اهو من غير اي بالانس. يبقى الاجابه برضو هتبقى لتر A. السؤال اللي بعده بيقول لحضرتك الآتي، نفس الفكرة، مدينا equation ومدينا برضو حاجة طالعة منها. طبعا هنا هو المفروض دي BR نيجاتيف نوت ووتر، دي بس اتكتبت مني انا غلط، فاستأذنك تعدلها معايا. وهنا السؤال بيقول لي ان الكيس تساوي ايه. طبعا الووتر البي ار بالنسبة لنا بيكون اي ايون الفيزيكال ستيت بتاعته بتكون اكوس، يبقى بالتالي احنا بنتعامل مع ده الاي جي بي ار السوليد، يبقى ده مش من حساباتي. يبقى هنا نقدر نقول الاتي، يبقى هنا اي جي بوزيتيف باي البي ار نيجاتيف اوفر ايه؟
over 1. ال over 1 يعني ما بيتكتبش، يبقى تبقى الإجابة بالنسبة لي هتبقى letter D. السؤال بعد منه بيقول لحضرتك which of the following بيعبر عن ان كيسي is oxygen بس، يعني الكيسي قد ال concentration of oxygen. طب ما احنا قلنا ان الكيسي بتساوي product على الرياكتنت، صح؟ معنى ان الكيسي بتساوي الاكسجين بس، يبقى معنى كده ان الاكسجين is a not reactant، لازم تكون product، ولازم يكون الرياكتنت كله بكام؟ ب 1 عشان يعمل division by 1. يبقى هنا product على الرياكتنت، يبقى اولا ما تنفعش الإجابة دي، لأن ده جاز وده جاز وده جاز كله محسوب عندي، فده ما ينفعش. ده ليكويد يبقى ده اتشال، وده سوليد ده اتشال، بس دي هنا هتبقى 1 over الأكسجين، فده ما ينفعش برضو. هنا الأكسجين إذا جاز، سوري ده ال O4 إذا جاز وال O2 إذا جاز، يبقى ده برضو هيبقى O4 على ال O2، كل واحد عنده باور، يبقى ما ينفعش. إذا يبقى الإجابة الوحيدة الصحيحة بالنسبة لي هي الإجابة دي، ان ده جاز وده ليكويد، يبقى هنا نقول O2 على 1 اللي هي ال O2، فتبقى الإجابة بالنسبة لي هتبقى لتر دي. السؤال اللي بعد كده بيقول لحضرتك الآتي: الريت if the following، طبعا chemical action، مدينا chemical action اللي هو عملية الديكومبوزيشن بتاعة الكالسيوم كربونيت، وهنا بعد كده بيسألني بيقول لي سو الكونسنتريشن بتاع الكربون دايوكسيد. زي ما اتفقنا قبل كده قلنا ان البراكت المفتوح ده يا شباب مقصود بيه كونسنتريشن، يعني انا لما اجي اعمل لك الفورمولا دي كده يبقى ده مقصود بيه كونسنتريشن اوف ايه، لما اجي اعمل لك الفورمولا دي كده يبقى ده اسمه كونسنتريشن اوف بي. خلاص كده. طيب تعال نبص مع بعضينا كده. بيقول لي الريت اوف رياكشن، طبعا الكي سي هنا بيسالني على الكونسنتريشن بتاع السي او 2 بيساوي كام. طب ما تيجي كده ناخد القانون، الكي سي بيساوي برودكت اوف رياكتنت. مستر حضرتك كده كده عندك الكالسيوم اوكسايد از سوليد يبقى ما يتحسبش، الكالسيوم كربونيت از سوليد برضه ما يتحسبش، يبقى هنا هنقول ان الكربون دايوكسيد جاز فوق اوفر 1 تحت. يبقى نقدر نقول ما هو ال1 ده ممكن يتشال، يبقى الكي سي هي الكونسنتريشن اوف كربون دايوكسيد، فالاجابه بالنسبه لي هتبقى لتر دي. السؤال اللي بعده بيقول لحضرتك سؤال رقم 84، بيقول لحضرتك given الايكوليبريم كونستانت، ادي الكي سي بتاعتي بتساوي الرقم ده، مدينا الكونسنتريشن بتاعت الكي سي، the concentration of النيتروجين هيبقى ايه؟ طبعا هنا السؤال ده المفروض كان بيبقى فيه chemical equation، أو على الأقل بيكون معرفني هو بيتعامل مع إيه. فالسؤال ده للأسف الشديد أنا نسيت أكتب الإيكويجن اللي فيه، فاستأذن حضرتك هتكنسله. السؤال اللي بعد منه بيقول لحضرتك الآتي: ده امتحان من امتحانات الوزارة، جه ترايل يعني امتحان تجريبي سنة 2021، وبعدين بيقول لي in equal concentration of الهيدروجين and ال A2. عندنا الهيدروجين وال A2 الاتنين قد بعض كconcentration، عملنا لهم mix together خلاص، وبيقول لي الكونسنتريشن بتاع ال HA كان بالرقم ده، وبيقول لي ان الايكوليبريم كونستانت كانت بالرقم ده. ممكن تحسب لي الكونسنتريشن بتاعت ال A2؟ اقول له طيب تعالى كده نشوف مع بعض. الكي سي بتساوي برودكت على الاكسن، كلهم جازز يبقى كلهم بيتحسبوا عندي في الكي سي بدون اي استثناءات. ادي ال H2 وهنا عندي A2، يطلع معايا الآتي: الكي سي 40 اهو، نحط الرقم ده هنا 40، وبعد كده ال HA كان ب 1.563 all power 2 divided على ال H2 في ال A2. طب ما الاتنين يا مستر دول حاجة واحدة، طب ما انا اخليهم A، مش انا عايز اجيب ال A، اخليهم A باور 2، ايه رأيك؟ ما هما الاتنين حاجة واحدة، يبقى زي الفل. ونعملها كده على الشيفت سولف في الكالكوليتر تطلع معايا الإجابة لتر A. السؤال اللي بعده رقم 86 بيقول لحضرتك الآتي: The opposite figure represent reversible reaction incorrect. تمام، عايزين نشوف العبارة ال incorrect مش ال correct. خلاص كده، ونبدأ كده واحدة واحدة نشوف مع بعضينا الإجابة ممكن تقول إلى إيه. طبعا أنا معايا رياكشن بيتم وواصل للإكوليبريم سيستم. عرفت منين وصل للإكوليبريم سيستم؟ لقيت الحتة دي كونستنت، لقيت الحتة دي كونستنت، يعني معنى كده مستر إن الرياكشن ده ريفرسبل
وهو اصلا حتى في نص السؤال قايل ان هو ريفرسبل وفي ايكوليبريم والدنيا زي الفل. طيب بيسألني بقى بيقول لي هل الفاليو بتاعت الكي سي أكبر من واحد؟ طيب ما تيجي كده يا مستر فكرني سمري سريع. لما الكي سي كانت تكون أكبر من واحد والكي سي أصغر من واحد، إحنا إزاي كنا بنقدر نعرف الرسمة؟ يلا يا باشا كده اشتغل معايا. الكي سي لما تكون أكبر من واحد الكونسنتريشن بتاعي بيكون عامل كالآتي: concentration of product greater than ال concentration of reactant. ده كده الكي سي لو هي أكبر من واحد. مظبوط؟ الرسمة التانية الكي سي لو less than 1. طب less than 1 يبقى معنى كده ان ال concentration of product اللي هو اللي بيبقى طالع من تحت ده دايما ال product وده ال reactant، ده ال product وده ال reactant، يبقى هنا concentration of the product اقل من ال concentration of reactant. مستر حضرتك جبت الرسمة دي منين؟ فاكر البيج اللي قلت لك عليها في حاجة اسمها الكي سي كومنت؟ قلت لك لازم تحفظها. الكومنت بتاع الكي سي فاليو هو ده، لو كي سي أكبر من واحد أو أصغر من واحد يعرف. إذا يبقى العبارة الأولى صحيحة، يبقى أنا ما أقدرش أختارها لأن هو طلب مني إن أنا أختار ال incorrect statement، يبقى خلاص يبقى ده ما ينفعنيش. طب هل الإكوليبريم كسيستم بقى reached at ال time 2؟ فين time 2؟ أدي time 2 أهي، علم كده معايا على time 2، أدي time 2 وأدي البوينت بتاع time 2 في الجراف ده. هل ده equilibrium؟ لا طبعا مستحيل. كلمة equilibrium معناها ان هم وصلوا الى مرحلة الكونستنت. يبقى طالما هنا يا مستر مش واصلين لمرحلة الكونستنت فالإجابة أو العبارة التانية عبارة غير صحيحة، وبالتالي الإجابة بالنسبة لي هتبقى الإجابة لتر بي. السؤال اللي بعد منه بيقول لي ال amount of ال HI. خلاص بيسألني في السؤال رقم 87 بيقول لي ال amount of ال HI اللي محطوطة في ال closed container كده تمام. يعني هو هنا بيشتغل وبعدين بيقول لي ان الكيسي بتاعتي كانت بتساوي 0.0018. يبقى هي مالها الفاليو دي يا حضرات؟ هتقول لي يبقى الكيسي فاليو هنا يا مستر اصغر من واحد. اصغر من واحد يبقى الرسمه بتاعتها زي ما حضرتك لسه عامل فوق هنا، يبقى رسمتها زي دي بالظبط كده. خلاص اصغر من واحد اهي. يبقى انا محتاج ان انا اكون الرياكتنت فوق، خلينا كده نسنطرها. يبقى انا عايز الرياكتنت يكون فوق والبرودكت يكون تحت. مظبوط كده. طب مين الرياكتنت؟ ال 2 اتش اي. ومين البرودكت؟ اتش 2 بلس اي 2. يبقى الاجابه هتكون في 78 هتبقى 87 سوري، هتبقى الاجابه لتر ايه. ليه؟ لان ده اللي فوق وده اللي تحت. انما الرسمه دي معناها كي سي اكبر من واحد، كي سي معناها اكبر من واحد، ده ما ينفعش. الرسمه دي ايه الغلط اللي فيها؟ حط الايه، حط البرودكت فوق، حط الرياكتنت تحت، ما ينفعش. واحنا متفقين قبل كده 100 مره خلاص ان الكي سي بتساوي برودكت على رياكتنت، والكيرف دايما البرودكت بتاعي بيزيد ودايما الرياكتنت بتاعي بيقل. خلاص ده الثابت بتاعنا يا شباب. طيب يبقى الإجابة بالنسبة لنا هتبقى الإجابة لتر A. السؤال اللي بعد منه from the KC value of reaction ومدينا equation وبيقول لي إن الكي سي بتاعتي is، ومديني الرقم بتاعها. طبعا مالكش دعوة بالرقم، شوف الرقم بس أكبر من واحد والأصغر من واحد أكبر من واحد، يبقى الكي سي greater than 1، يبقى نعمل عليها الكومنت اللي احنا معروف. طيب السؤال رقم 88 ده ممكن إجابته تبقى إيه؟ هو عايز الصح ولا الغلط؟ ما قالش، يبقى عايز الصح باي ديفولت. هل الباكورد دايركشن is predominant؟ غلط. ليه يا دكتور؟ لأن الكي سي أكبر من واحد يبقى الكونسنتريشن اوف برودكت أكبر من الكونسنتريشن اوف رياكتنت، يبقى البري دوميننت أو predominant reaction is لازم يكون forward. مظبوط كده. والرياكشن بيقرب جدا للنهاية reach at the end. ده كل ده موجود في الكومنت اللي موجود عند حضرتك. يبقى تعالى كده نشوف الإجابة هتبقى، يبقى الإجابة الأولى ما تنفعش. تعالى كده نشوف الإجابة التانية. هل الكونسنتريشن اوف ال HCl جاز اللي هو البرودكت is very high، يعني هو أعلى من الهيدروجين اند الكلورين؟ ما هو برودكت ولازم يكون اعلى من الرياكتنت. صح يا دكتور. يبقى الكلام بالنسبه لنا هتبقى الاجابه لتر بي. السؤال بعديه بيقول لحضرتك معايا 2A بلس B طلع معايا 2C بلس D، والكي سي بتاعتي مالها؟ هتبقى less than 1، اصغر من كام؟ اصغر من واحد.
وبعدين بيقول لحضرتك انا عايز برضو الجملة الصحيحة وليست الخاطئة. تعال كده نجرب واحدة واحدة مع بعض ونشوف التفاصيل. هل الرياكشن prefer to form البرودكت؟ هو اصلا يا مستر طالما الكي سي less than 1 يبقى معنى كده ان البريدوميننت بالنسبة لي هو الباكورد. خلاص كده يبقى ما ينفعش ان احنا نطلع البرودكت، لا غلط. هل الكونسنتريشن بتاع اي وبي قد بعض؟ اصلا كلمه الكونسنتريشنز تكون ايكوال ات الايكوليبريم ده مش شرط اصلا، فدي اصلا جمله غير صحيحه. هل البريدوميننت از فورورد؟ اتفقنا قلنا ان لا، البريدوميننت از باكورد. يبقى اكيد الاجابه هتبقى لتر دي. طب ما تيجي كده نقرا نتاكد مع بعضينا. هل الرياكشن prefer to form الرياكتنت؟ صح، لان البريدوميننت از ماله is backward، فمعنى كده ان الدايركشن ماشي اكتر في الاتجاه الباكورد، يبقى هو بينتج لي الرياكتنت اكبر ما بينتج لي البرودكت. يبقى بالتالي الاجابه هتكون لتر دي. سؤال رقم 90 بيقول لحضرتك مين الاضعف ability of reaction في الفورورد؟ طبعا الفورورد لازم تكون الكي سي اكبر من واحد. خلاص، كلمة أقل فورورد يعني عايزين ناخد أصغر رقم ممكن يكون موجود هنا. فبما إنكم بقى شاطرين في المسائل وكده، فهو بيسألني على أصغر رقم. ده باور نيجاتيف 2، باور نيجاتيف 4، باور نيجاتيف 6، باور نيجاتيف 6. إذا ده كبير وده كبير، يبقى فكك منهم. باور نيجاتيف 6 ده أصغر، طبعا نيجاتيف 6 أصغر من نيجاتيف 2. خلاص، هنا بقى في 2 وهنا في 1، يبقى بالنسبة لنا احنا هنا مين اللي هيكون الأكبر؟ سوري الأصغر. هتبقى الإجابة لتر دي، عشان الواحد هنا هيطلع لي amount تكون هي الأصغر. السؤال اللي بعده بيقول لي مدينا chemical reaction. هنا بقى نشتغل مع بعض بالكالكوليتر. مدينا equation بيقول لي إن أنا معايا هيدروجين جاز رياكت مع ايودين جاز فورمينج هيدروجين ايودايد، والكي سي بتاعتي كانت بالرقم ده. يعني هو اوريدي مديني الكي سي فاليو، وبعدين بيديني الكونسنتريشن بتاعت الهيدروجين، وبيديني الكونسنتريشن بتاعت الاي 2، وبعدين بيديني الكونسنتريشن بتاعت الاتش اي. تقول لي ايه ده يا مستر؟ ده هو مديني كل حاجه، امال هو عايز مني ايه؟ عايز مني ان انا اوصف الرياكشن. هل الرياكشن ده ات الاكوليبريم ولا لا؟ هل الرياكشن ده فورورد ولا باكورد؟ اعمل ايه؟ احسب الكي سي كانه مش مديهاني. خلاص، المسائل دي نوعها لذيذ شويه. هتقول لي خلاص يا دكتور نشتغل كده معاه اتش اي اول باور 2 على اي 2 من غير باور في اتش 2. مظبوط. نطلع كده مع بعضينا الارقام. يبقى هنا هتقول لي يبقى 5 ملتبلاي 10 باور نيجاتيف 3 اول باور 2 على 10 باور نيجاتيف 3 باي 1.5 تايم 10 باور نيجاتيف 3. ونشتغل بالكالكوليتر. الكي سي بتاعتنا هنا هتطلع برقم ماله not equal ال 55.16. خلاص، امال هتطلع برقم ماله؟ هتطلع برقم اكبر. اظن هي طلعت معايا قبل كده، عشان بس مش معايا كالكوليتر اكتر من كده، انت ممكن تقدر تحسبها. هي هتطلع الكي سي اللي معانا دي اكبر من 55.16. يبقى معنى كده هي نوت equilibrium. يبقى at equilibrium لا، at equilibrium لا، هي نوت equilibrium. طب طالما الرقم الكي سي الجديده، يبقى الكي سي والكي سي التانية، الكي سي الاساسيه بتاعت السيستم والكي سي النيو اللي احنا حاسبينها، مين اللي طلع اكبر؟ النيو طلعت هي الاكبر. يبقى معنى كده ان الكي سي اكبر، يبقى البريدوميننت از فورورد، كانك بتتعامل معاها كانها اكبر من واحد. خلاص، يبقى لو الكي سي اللي انا حاسبها طلعت اكبر من اللي موجود، يبقى نوت ايكوليبريم. خلاص، ونقدر نقول عليها ان البريدوميننت از فورورد. طب لو الكي سي طلعت اصغر، يبقى نوت ايكوليبريم برضو، بس البريدوميننت از باكورد. يبقى كده تبقى الاجابه دي. طب لو كانت طلعت يا مستر قدها بالظبط، قدها بالظبط، يبقى ات ايكوليبريم، تبقى اول واحده. يبقى لو الكي سي ايكوال الكي سي الجديده، خلاص، يبقى ات ايكوليبريم. يعني هنختار الاجابه ايه؟ لو الكي سي اللي انا حسبتها اكبر من الكي سي سوري الكي سي القديمه اكبر من الكي سي النيو اللي احنا حاسبينها، يبقى الاجابه هتبقى لتر دي. لو الكي سي طلعت اصغر من الكي سي نيو، يعني اللي انا حسبته طلع اكبر، تمام، فالاجابه تبقى لتر سي.
يبقى انا كده معايا A و B. A لو الاتنين قد بعض، D لو الكي سي الاساسيه اللي مدياني في المساله اللي هي باللون الاخضر اللي هي هنا دي الكي سي الاساسيه طلعت اكبر من النيو، دي الكي سي نيو اللي احنا حاسبينها هنا اهو، يبقى لتر دي. لو الكي سي النيو اللي انا حسبتها طلعت اكبر من الكي سي الاساسيه زي المساله اللي احنا كنا لسه شغالين عليها دي، هي تقريبا كانت طلعت معايا قبل كده ب 70 او حاجه زي كده، مش فاكر، اللي معاه كالكوليتر ممكن يبقى يحسبها لنا، يبقى الاجابه هتبقى لتر سي. انما بقى الاجابه بي هي كلية غلط. يعني اول ما تشوفها كده ما ينفعش حاجه اسمها ات اكوليبريم ويمشي فورورد او باكورد، مفيش الكلام ده كله. فتبقى الاجابه بالنسبه لي لتر سي. السؤال رقم 92 بيقول لي when this reaction reach equilibrium we find the concentration of the product more than the reactant. يعني كده معنى كده ان البرودكت اكبر من الرياكتنت، ادي الايكوليبريم. يبقى معنى كده نقدر نقول يبقى الكي سي كانت greater than 1. سوري، greater than 1 ايه greater than product دي، يبقى هنا greater than 1. خلاص، يبقى احنا بنتكلم على الكومنت بتاع الكي سي فاليو. هل الكي سي فاليو از بيج؟ هو طبعا بص الخباثه بتاعت السؤال، قال لك اكسبت يعني عايز الغلط. خلاص، طبعا اي طالب متسرع ممكن ايه يقول لي الكي سي فعلا اكبر من واحد يروح يختارها ويظن انه حل صح. لا، هي الفكره بس ان احنا بناخد بالنا من كلمه اكسبت وكلمه انكوركت، وساعات بيجيبهم بصيغ تانية مختلفه. ان شاء الله هنتعرض للكلام ده قدام، وبالاخص يعني في المراجعات النهائيه. يبقى الكي سي از بيج صح، ما اختارهاش، انا عايز اختار مين الغلط. هل الفورورد از بريدوميننت؟ صح، لان الكيس اكبر من واحد. هل الكونسنتريشن اوف رياكتنت وبرودكت ار ايكوال؟ لا طبعا، يبقى الاجابه هتبقى لتر سي. اصلا زي ما قلت لك قبل كده كلمه الكونسنتريشن اوف رياكتنت اند برودكت مش بالضروره ان هم يكونوا قد بعض خالص، وطالما الكيس اكبر من واحد يبقى مستحيل ان هم يكونوا قد بعض. طيب نشوف بقى مع بعضينا السؤال رقم 93. بيقول لي مدينا equation، والايكويشن بيقول لي by knowing the number of moles of ال PCl5 وال PCl3 Cl2 مدينا concentration الارقام دي بالتوالي. يعني احنا ممكن نعمل حركه لطيفه عشان ما نلخبطش نفسينا، هنرقم ده 1 2 3 عشان هما مديهم لي respectively، اقول له يبقى ده 1 وده 2 وده برضو 3. وبعدين بيقول لي ممكن تحسب لي الكي سي، طبعا مساله في غايه التفاهه. الكي سي هتقول له يبقى ال PCl3 باو ملتبلاي Cl2 divided على PCl5 من غير أي باور. نعوض بالأرقام، هتقول لي ال PCl5 كانت ب 0.008، نحطها تحت، وهنا فوق عندنا رقمين يبقى 0.0114 هنا 0.0114، وتبقى الإجابة هتكون اوكي، يبقى طلعت معانا هتبقى لتر سي. وبرضو آه لازم طبعا زي ما انت ما فاهم الكالكوليتر تكون جنبنا واحنا بنحل الواجب، عشان بس ايه ميكونش في اي اخطاء. الكالكوليتر اللي معايا طلعت لي الاجابه لتر سي. لو انت عندك اي مشكله في الكالكوليتر او في اختلاف في الرقم، يبقى لما تقابلني يعني ان شاء الله في الدرس بقول لي عليها ان في اي مشاكل في القوانين، لان انا الكالكوليتر اللي انا بتعامل بيها بدائيه شويه بتاعت الايفون، والدنيا مش ظابطه معايا، مش معايا كاسيو حقيقي يعني. طيب تعال نبص مع بعضينا على السؤال رقم 94. بيقول لحضرتك الآتي: مدينا ايكويجن دي عبقرية جدا، الفكرة السؤال نفسه عبقري جدا. مدينا ايكويجن ومدينا النمبر اوف مولز، تاخد بالك من الحتة دي، هو مديك اوريدي النمبر اوف مولز خلاص بتاعة ال Cl2 وال NO وال NOCl، وبيقول لحضرتك ممكن تحسب لي، وطبعا مديك كمان الكي سي فاليو تحت، الفاليو في الكي سي بتساوي الرقم ده، وبيقول لحضرتك احسب لي الفوليوم ان لتر. سؤال غريب قوي. طب ما تيجي كده نفتكر مع بعضينا مجموعة من القوانين. الكي سي كانت بتساوي concentration of product على ال concentration of reactant، وهنا الكونسنتريشن كان بيساوي النمبر اوف مول على الفوليوم. كلام جميل جدا، ده من شابتر 2 يا مستر وده من شابتر 3. دي مسائل احنا عارفينها من زمان، سوري قوانين عارفينها من زمان. تعال نطبق. لما اجي اطبق الكي سي هتقولي الكي سي بتساوي مين على مين؟ بتساوي ال NO والباور 2 باي ال Cl2 من غير اي باور ديفايدد باي ال NOCl والباور 2. لما نيجي نعوض بالارقام، مستر انا مش معايا concentrations، هتعوض بايه؟ هعوض بمول على فوليوم. طب انت معاك المول بس مش معاك الفوليوم، هتحطه باكس. يعني معنى كده انا بعتبر ان الفوليوم واحد للجميع،
الفوليوم ثابت للجميع، الفوليوم بتاع الاكشن ثابت لمين؟ ثابت للجميع. تعالى بقى ناخد ارقام ال NO ده هنا باور 2. ال NO الكونسنتريشن بتاعه بكام بالرقم ده؟ يبقى تقول لي هنا 1.5 على ال V اللي هي هتحطها انت على الكالكوليتر باكس، واوعى تنسى باور 2. وجنب منه السي ال، ادي السي ال اهو، يبقى تقول لي 3 على برضه نفس الفي من غير اي باور اوفر. هنا بقى بص معايا كده، ال NOCl ب 3 فيها باور يا مستر؟ اه فيها باور 2، يبقى 3 على في. تحطها بنفس الشكل ده كده خلاص على الكالكوليتر، يبقى دي هتبقى اكس نفس الاكس دي نفس الاكس دي. هتطلع طبعا كله انت بتساويه بمين؟ احنا نسينا نساوي نحط الفاليو بتاعت الكي سي، كان مديهاني ب 0.25. خلاص نكمل بقى كده بس زي الفل كده. يبقى هنا تبقى الإجابة هتطلع مين؟ الإجابة هتطلع بتلاتة. اعملها على الكالكوليتر برضو، هي طالعة معايا بتلاتة. شوف انت طالع معاك بكام، ولو في أي اختلاف زي ما اتفقنا نبقى نتخانق لما نتقابل إن شاء الله. طيب برضو نفس الكلام، المسألة اللي بعديه دي مسألة طويلة جدا جدا بس سهلة. مدينا equation، ادي الايكويشن اهي، وبعدين بيقول لي ان احنا حطينا الميكستشر في 1 لتر خلاص. وبعدين بيقول لي ان انت معاك النمبر اوف موليكيولز من ال PCl5، وبعد كده نلون بس بالوان مختلفه عشان ما نتلخبطش، ومديك الماس بتاعت ده، وبعديها مدي حضرتك النمبر اوف مول بتاعت الراجل المحترم ده، وبيقول لحضرتك احسب لي الكيسي. هتقولي طب يا مستر ما حضرتك لسه قايل لنا من فوق ان الكيسي بتساوي كونسنتريشن على كونسنتريشن، والمول بيساوي مول على فوليوم. انا معايا ايه؟ انا مش معايا المول غير بتاع ده، بتاعت السي ال. يبقى انا لازم يا دكتور اروح احسب النمبر اوف مول بتاعت البي سي الاس بي سي ال 5، ولازم احسب النمبر اوف مول بتاعت الاس بي سي ال 3. طب احسب النمبر اوف مول ده، هو واحد مديني الموليكيولز يعني الاتومز كده. كلمة موليكيولز ممكن نكتبها كده مع بعضينا، كلمة موليكيولز هنا مقصود بيها هنا بالاتومز، وهنا مدينا الماس. هقول لك طيب ايه رأيك في القوانين دي؟ اول حاجة هتقوم مقسم لي البيج بتاعتنا كده، نمسك هنا الاس بي سي ال 5 افصل، الاس بي سي ال 3 افصل، السي ال 2. تعالى يا باشا بقى كده واحدة واحدة مع بعضينا نشتغل على كل واحد. لازم رقم واحد نحسب المول. طب المول بيساوي ايه يا مستر؟ مش انا انت معاك ايه للبي سي ال 5؟ الاس بي سي ال 5 معاك مولكيولز يعني معاك اتومز، يبقى تقول لي يبقى النمبر اوف مول بيساوي الاتوم على الافوجادرو. القانون ده يا مستر انا جايبه منين؟ من سنه اولى ثانوي، وموجود عندك في الفيدباك بتاع شابتر 2 في ورقه المفاهيم. يعني اول ما تفتح ورقه المفاهيم عندك اول صفحه في شابتر 2 على ايدك يمين فوق هتلاقي مكتوب عندك القانون ده. هتلاقي مجموعة كده من القوانين فصصها واحدة واحدة، هتلاقي القانون ده ظهر قدام حضرتك. نجيب كده مع بعض، يبقى 2.48 باي 10 باور 20 على الافوجادرو 6.02 ملتبلاي 10 باور 23، يطلع معايا رقم. الرقم اللي انا جبته ده اقسمه على 1، اللي هو مين ال1؟ اللي هو الفوليوم. هعمله لك بلون مختلف كده عشان حضرتك تبقى شايفه، لان ده هيبقى ثابت معايا فيهم كلهم. يبقى الفوليوم ده ثابت للجميع، الرقم اللي يطلع على 1 يبقى هو نفس الرقم. هتاخد الرقم اللي طلع، يبقى انت كده اصبح بقى معاك مين؟ اصبح بقى معاك الكونسنتريشن بتاعت الاس بي سي ال 5. ده نفس الفكره. تعال نروح نجيب النمبر اوف مول بتاعت الاس بي سي ال كام؟ 3، بس انا المره دي معايا ماس. هتقول لي مستر يبقى الماس اوفر المولر ماس. الماس بكام يا مستر؟ الماس ب 0.723. طب والمولر ماس بتاعك كام؟ احسبه على جنب. الاس بي سي ال 3، الاس بي لوحدها ب 122 زائد كام؟ زائد 35 ونص، مضروبه في كام؟ مضروبه في 3 يا دكتور عشان السي ال متكرره 3 مرات. يطلع الرقم هنا هنحطه على الكالكوليتر كله مره واحده كده، يبقى 122 زائد 3 في 35 ونص، وبعدين يطلع الرقم زي ما يطلع. هتقسمه برضه على الواحد، هيطلع هو عشان اجيب النمبر اوف مول. هنا بقى ده مديك الايه؟ مديك المول جاهز. يبقى تيجي تقول لي مستر خلاص يبقى الكونسنتريشن بالنسبه لي هنا هيساوي مول على فوليوم على طول، مول اوفر الفي اللي هي الفوليوم. يطلع معايا بكام؟ المول اللي هم ادوهوني ب 0.00317 بعديها على 1. كده اصبح بقى معايا النمبر اوف مولز، وبعديها حولتهم كلهم الى كونسنتريشنز ليهم
كلهم، او معوض في القانون الحزين ده. هتقول لي يبقى الكي سي بتساوي برودكت على الرياكتنت، البرودكت اس بي سي ال 3 multiplied by Cl2 divided على ال SP Cl5، ويبقى كده شغلك زي الفل، وهتطلع معاك الإجابة بعد العك كده كله. الإجابة هتطلع مع حضرتك الإجابة لتر سي. برضو اعملها، ولو طلعت معاك أي حاجة مشكلة برضو قول لي على الخناقة اللي ما بيننا.